وهيك بنكون عملنا أسهل وأكتر أكلة بنحبها، غرقانة بهالصوص، إشي عن جد بيفتح النفس. بصراحة بعملها بطريقة كتير سهلة وكمان كتير بسيطة ونكهة عن جد بتمزع العقل. المهم يا ملك بدون كريمة؟ أكيد يا جماعة بدون كريمة، والطعم إشي عن جد بشهي. فكالعادة أحبائي يلا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. لو حابين تدعموني بتمنى هلا وإحنا عم نحضر بالفيديو نضغط لايك، هذا اللايك كتير بيفيدني وبيدعمني. خدوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم، أي وقت حبيت تطبقوا هالوصفة بيكون هالفيديو مرجع لإلكم. ونقول بسم الله ونبدأ. في المقلاة ضفت 3-4 معالق من الزيت النباتي وبصلة متوسطة الحجم قطعتها لمكعبات. شوحت البصل لحد ما بدأ يدبل عندي، بعد هيك رح أضيف نص صدر من الدجاج قطعته لمكعبات صغيرة وبدأت أشوح فيه مع البصل على حرارة متوسطة لحد ما الدجاج استوى عندي تماما. رح أضيف عليه فقط فلفل أسود وملح وبابريكا مدخنة أو حلوة كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. بشوحهم شوي سوا، بعد هيك رح أضيف فلفل ملونة، اللي موجود عندك ضيفيه، اللي بدك تستغني عنه عادي ما في أي مشاكل، ولكن أنا ما بضيف أي شيء تاني غير الفلفلة. تمام، يعني لو عندك واحد من هاي الألوان كمان بيمشي الحال. ضفت ذرة وهو كمان مكون اختياري، شي معلقتين كبار. تمام، بشوح كل هالمكونات مع بعض وما بخلي الفلفلة تستوي معي على الآخر، يا دوبك تبدأ تدخل عندي بمرحلة السوا. على فكرة طعمتها كتير أطيب. عندي هون 3 حبات من البطاطا قطعتها لمكعبات وسلقتها عادي جدا سهل جدا. أول ما استوت عندي البطاطا مباشرة رح أبدأ أهرسها بالهراسة أو ممكن بالشوكة، بس ابعدوا عن محضرة الطعام تطلع معكم كتير مهروسة هيك مثل الصايصة، فلا خليكم بالهراسة كتير أفضل. ضفت معلقة من الزبدة وملح وفلفل أسود مش أكتر من هيك. بهرسها كتير منيح لأتأكد إنه ما عندي أي قطع، وبأكد عليكم اهرسوها وهي سخنة لتنهرس معاكم بكل سهولة، لو تركتوها لتبرد بتشد معاكم. ولو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفة بتمنى تكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك. بكسرولة أو بطنجرة صغيرة رح أضيف معلقتين من الزيت النباتي ومعلقة من الزبدة. رح أضيف عليهم معلقتين من الطحين. تمام، وببدأ أشوح فيهم لتبدأ عندي ريحة الطحين تطلع. تمام، ورح أضيف عليهم 2 كوب من الحليب البارد. بنزل فيه بالتدريج مع استمرار التحريك لحد ما يبدأ القوام عندي يشد. رح أضيف فقط ملح وفلفل أسود مش أكتر من هيك، لا بضيف ماجي ولا بضيف جوزة الطيب. تمام، ولا حتى جبنة موزاريلا أبدا. والناس اللي بتحب طعمتها تكون دسمة أكتر ممكن تحطوا معلقة من القشطة، وممكن تحطوا شي هيك نص كوب من كريمة الطبخ برضه ولا أحلى، ولكن أنا استكفيت فيها هيك. تمام، بالبايركس مقاسه 24 ضفت كمية البطاطا اللي عملتها. بعد هيك سويت كليات الوجه وبضيف كمية الدجاج والفلفل اللي عملناها. بعد هيك بنزل بكمية البشاميل. قوام البشاميل لازم يكون معانا خفيف مش تقيل مثل ما بنعمله للمعكرونة أبدا. سويت كليات الوجه وراح أحط على الوجه جبنة موزاريلا، جبنة أشقوان، اللي بتحبوه بتفضلوه، ولكن هي للأمانة بتحب جبنة الموزاريلا أكتر. بغرق كليات الوجه هيك بجبنة الموزاريلا وبغرقها يا جماعة. تمام، بعد هيك بدخلها على الفرن شغال فوق وتحت لمدة 6-7 دقايق مش أكتر من هيك. بيتحمر معي وجهها، بتتسبك المكونات مع بعض وعلى طول بطلعها من الفرن وبزينها بالبقدونس. شو بدي أحكي لكم؟ لا أحكي لكم على الطعم ولا الريحة ولا القوام ولا النكهة ولا شو يا جماعة، بيت شهي. وأكيد بتتقدم ساخنة وسايحة في بعضها. ودوقوا وادعوا لي يا جماعة. شو بدي أحكي لكم؟ لازم تجربوها وانتوا تخبروني. أكيد بستنى تشاركوني تطبيقاتكم وتبعتوا لي إياها على رسائل الصفحة. لو عجبكم هالفيديو أبدا ما تنسوا أنكم شفتوه بمطبخ ملك عبد العال. دمتم بألف خير وبشوفكم على خير وباي باي.